عاملة ايه؟ انا النهاردة جاية اتكلم معاكي عن حاجة غير الاطفال، بس حاجة مهمة جدا 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 في حياة الاطفال. هو انتي وعن صحتك النفسية اللي عمرها ما كانت رفاهية. جاية اقولك اللي كان نفسي يتقالي في الفترة بعد ما ولدت، بس ما لقيتش حد يقولهولي. جاية اقولك ان وانتي بتولدي، انتي بس مش بتولدي البيبي، انتي بتولدي معاكي ام جديدة، بتتعلم لسه ازاي تاكل وتمشي وتقعد. كل ده بيحصل وسط زن وعياط البيبي، دي اصلا مش فاهمة فيه ايه. والاصعب من كل ده التوقعات بقى اللي حواليكي. الام دي متوقعين منها تبقى كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، بس محدش بيسأل عليك انتي اصلا عاملة. انا بس جاية هون عليكي واقولك انك مش لوحدك، وجاية اقولك ان في ملايين الامهات زيك بيحسوا كل يوم، بس للأسف بنخبي، لأن الضغوط دي ما بتبقاش من البيبي بس، بتبقى كمان من توقعات اللي حوالينا. اتصرفي، انتي مش أول حد يخلف. انتي مالك عاملة ليه كده؟ هو لا انتي أول ولا آخر حد يجيبك. الحقيقة انتي بني آدم مش ملاك، والإرهاق عمره ما كان ضعف، ده صوت جسمك بيقولك أنا محتاجة ارتاح. عشان كده اوعي أبدا تتجاهلي الصوت ده. طب انتي عارفة لما بتتجاهلي تعبك ده ايه اللي بيحصل؟ كل ده بيتحول عندك يا اما الغضب، يا اما لا مبالاة، يا اما شعور بالذنب. وعلى فكرة الطفل بيحس بطاقة الام اكتر من كلامها. عشان كده انا جاية اقولك ان مش ده لا خالص ولا انانية انك تاخدي بالك من راحتك، ده امان لبيتك. وعشان ده يحصل لازم يبقى عندك وعي بالاشارات اللي جسمك بيديهالك. جسمك بيكلمك عن طريق الوجع، وجع مستمر أو أرق أو صداع، أو إنك تحسي إن قلبك هو اللي بيكلمك عن طريق زعل أو نوبة بكاء أو غضب مفاجئ أو خوف أو حاجات مش لازم أبدا تستني إنك تنهاري علشان تقولي أنا تعبانة. طب تفتكري إحنا ممكن نساعد نفسنا إزاي؟ أنا على فكرة مش جاية أقولك أنتي محتاجة تسافري وتغيري جو. على فكرة أنا معاكي على أرض الواقع، وعارفة ان مش دايما كل الرفاهيات بتبقى متاحة، بس انا جاية اقولك على كام حاجة بسيطة لو عملتيها صدقيني هتفرق معاكي كتير. اول حاجة، لازم يبقى ليكي وقت لنفسك، حتى لو في الحمام او جنب السرير او في البلكونة. الحاجة التانية بقى انك تسألي نفسك كل يوم، هو انا محتاجة ايه النهاردة؟ اكل ولا نوم ولا حضن ولا كلام؟ رقم 3، مارسي أي حاجة بتحبيها إن شاء الله لمدة 5 دقايق كل يوم. لو جينا بقى الرقم 4، هو إنك تتعلمي تقولي لأ لحاجة انتي مش عايزاها، وتوافقي لو حد عرض يساعدك. في الآخر حابة أفكرك إن الطفل مش محتاج أم مثالية، الطفل محتاج أم حقيقية تضحك من قلبها مش إجبار، وإن انتي مش لوحدك وانتي كفاية زي ما انتي. بس لو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك المحتوى اللي انا بقدمه، اعملي لي لايك واشتركي في القناة، واكتبي لي في الكومنت ايه اكتر حاجة كانت صعبة عليكي بعد ما ولدتي. باي.